يا ابني مالك متأثر ليه كده؟ في ايه اللي حصل؟ بص يا صاحبي، الموضوع اللي حصل معايا ده خلاني راجع نفسي 100 مرة. سامعك والله سامعك. دخلت يا عم هايبر، قلت ايه اجيب شوية حاجات، فبجيب كيس شيبسي. لقيت واحدة بتبص لي جامد، واحدة كبيرة في السن، عينيها عليا بقالها بتاع حوالي نص ساعة. فأنا مستغرب هو في ايه طيب، ولا مين دي؟ يمكن واحدة عارفين ولا ايه. فبدأت أبص لها، أنا مستغرب هي ايه دي، ولا مين أصلا، ولا عايزة ايه. المهم راحت قالت لي أنا آسفة يا ابني. قلت لها عادي ولا يهمك يا أم، عادي. في ايه؟ قالت لي معلش يا ابني، والله انت شبه ابني بالظبط، الله يرحمه. اتأثرت جامد قوي يا اسطى، لدرجة الدموع نزلت من عيني. اه. وهي اتأثرت جامد ودمعت فعلا وعيطت. فكان هنا عليا اخدها في حضني واقول لها حقك عليا يا امي، مش عارف اقول لها ايه. قلت لها معلش طب يا امي، معلش حقك عليا، طب مش عارف اعمل لها ايه بصراحة. فالمهم راحت مشيت كده وجت عليها تاني، قالت لي ممكن اطلب منك طلب لو سمحت. قلت لها اتفضلي، انا عيني ليك يا ام والله. أنا قلت يمكن عايزة هجيب لها حاجة ولا حاجة، واعمل لها ليه عزي والله. المهم راحت قالت لي ايه، انا هطلع، عايز اسمع اخر مرة بس كلمة يا امي، اسمعها منك عشان بتفكرني بابني الله يرحمه. قلت لها حاضر. قالت لي اول ما اوصل عند الباب قول لي يا امي. المهم استنيت خمسة، وصلت عند الباب، بنادى عليا يا امي، ما ردتش، مش سامعة. يا امي برضه ما ردتش، عليت صوت يا امي، راحت ردت. قالت لي تمام يا حبيبي شكرا، وريت لي باي. المهم يا قلبي رحت اعمل ايه، رحت داخل على الكاشير، اديته كيس الشيبسي وقلت له الحساب. قال لي كده 10 جنيه حساب الشيبسي، و5000 جنيه حساب امك. قلت له امي؟ فين امي دي اللي انت كنت بتنادي عليها على الباب وتقول لها يا امي يا امي؟ يا لهوي، انت كارثة يالا. حتى امي بقول لها يا خالتي دلوقتي بقالك نص ساعه بتشرب في الشاي بلبن، ولا بتشرب فيه، ما هنش عليك تديني شويه. هات شوية. خدتش بالك، حق عليا. حق عليا. حق عليا. ماشي انا هوريك. سلام.